في حاجات اختفت من على وش الأرض ومحدش قدر يفسر راحت فين ولا ليه اختفت بالشكل الغريب ده، وحكاياتها اتكتبت في كتب التاريخ، لكن مكانها الحقيقي لسه لغز بيحير العلماء. ما تنساش الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس. أول حاجة تابوت العهد، بيقولوا إنه كان أعظم كنز في التاريخ، بيحتوي على ألواح الوصايا العشر اللي ربنا نزلها على سيدنا موسى عليه السلام. لكن بعد ما اليهود اتفرقوا اختفى التابوت تماما، مفيش حد يعرف راح فين. في ناس بتقول اتدفن تحت هيكل سليمان، وناس تانية بتقول إنه اتنقل لإثيوبيا، لكن الحقيقة لحد النهاردة محدش شافها بعينه. خاتم سليمان، خاتم كان بيلبسه سيدنا سليمان عليه السلام، وبيقال ان هو بيمكنه من التحكم في الجن والرياح والطبيعة. اتقال ان سيدنا سليمان فقد يوم ومن بعدها اختفى الى الابد، وفي اساطير بتقول ان الخاتم لسه في قاع البحر بيستناه اللي يقدر يلاقيه، والله اعلم. عرش بلقيس، ملكة سبأ اللي اتكلم عنها القرآن، واللي كان ليها عرش من اغرب وافخم العروش في التاريخ. العرش ده اختفى بعد موتها، ومفيش اي اثر ليه في اليمن ولا في النقوش القديمة. وفي علماء بيقولوا ان ممكن يكون اتدفن تحت احد المعابد القديمة. كتاب شمس المعارف، الكتاب الاشهر في عالم السحر والجن، بيقولوا اللي يقراه بالكامل حياته بتتبدل. مؤلفه البوني كتب فيه اسرار وطلاسم ما ينفعش البشر يعرفوها، بس الغريب ان النسخة الاصلية اختفت. اللي موجود دلوقتي نسخ ناقصة ومحرفة. قبر جنكيز خان، الغازي الأعظم اللي غزا نص العالم، ولما مات جنوده دفنوه في مكان سري جدا. اتقالوا انهم قتلوا كل اللي شاف مكان قبره علشان يفضل سر للأبد، ولحد النهاردة محدش عارف فين قبره فعلا. كل حاجة من الحاجات دي ليها قصص وأساطير، بس مفيش دليل قاطع على وجودها النهاردة. فالسؤال هو، هل فعلا اختفوا ولا في حد بيحاول يخبيهم عن العالم؟ لو عجبك الفيديو اشترك في القناة ودوس على اللايك، وما تنساش تعمل شير. ولو عندك قصة جميلة او شبيهة اكتبها في الكومنت، ممكن تبقى هي موضوع الفيديو اللي جاي.